البنات قالوا إنهم شافوا عجوز واقفة قدامهم عم تقولهم ارجعوا من محل ما اجيتوا. حفر حفرة جوا البيت، فهاي الحفرة فجأة تحولت إلى حفرة مظلمة كلها ماء سوداء، وانقطعت الكهرباء في الحي كامل. المفاجأة بالورقة اللي وجدها خلف الباب، شو كان مكتوب فيها؟ صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا راوي قصة ولست شاهدا عليها، أنا خلدون الحوراني، فلنبدأ. في حي الصالحية في دمشق هنالك بيت مهجور كان معروض للبيع، لم يسكن منذ حوالي 30 عام. هذا البيت كان بيت أبوابه مزخرفة قديمة من الصدف، في أرض ديار وبحيرة، وموجود به غرف. فاشترى هذا البيت شخص من حلب، وقرر أنه ينتقل ويسكن فيه هو وعائلته، وفعلا اشترى لهذا المنزل، وقرر أنه يجيب عائلته من حلب وينتقل إلى دمشق بحكم عمله. وفعلا أجوا على البيت، نظفوا البيت، انبسطوا فيه، أرض ديار، شجرة ليمون بأرض الديار، يعني كان بيت بيفتح النفس، بيت من العربيات، البيوت العربية الجميلة. وفعلا استقروا في البيت، ولكن مع مرور الوقت بدأت تظهر أحداث غريبة بهذا البيت. يعني مثلا الزوجة كانت تقول لزوجها، كانت تقول له يا أب عبدو أنا سمعت أذان الفجر أذن مرتين. يقول لها لا يجوز عم تهيأ لك. ترجع تقول له يا أب عبدو أنا سمعت أذان الفجر أذن مرتين. يرجع يقول لها أنت عم تهيأ لك، يجوز أنت نعساني. ومرة من المرات قالت له لك يا أب عبدو والله أنا عم بسمع أنه صوت الأذان عم يدخل من عنا من البيت، جاي مانو جاي من الجامع. فأب عبدو ما أخذ وعطى بالموضوع. ولكن بيوم من الأيام إجوا صحيوا على صوت بكاء الأولاد، فراحوا إلى غرف الأولاد، خير شبكن شوفي. فالأولاد قالوا لهم في مرة عجوز كانت واقفة حدنا قالت لنا روحوا ارجعوا من محل ما اجيتوا. قالوا شو هالحكي؟ أعوذ بالله بسم الله. فكروا الأولاد أنه عم تهيأ لهم أشياء. هذا الرجل بعد تسارع الأحداث اللي صار أنه أيضا مرة من المرات سمعوا أصوات مشي بأرض الديار، وأصوات البحيرة تبعت المي وهي أصلا مطفية كانت، يعني صارت تهيأ لهم أشياء مرعبة في هذا المنزل. فقرر أبو عبده أنه يروح يجيب شيخ. فعلا راح جاب شيخ. اجا الشيخ حكى له القصة 1 2 3، وقرروا أنهم بدهم يرقوا هذا البيت يعني. فالشيخ هو عم يرقي هذا البيت فقال له والله شوف يا أبو عبده هذا البيت هو منزل مسكون، أو هذا المنزل كتب له سحر قديم جدا، ويجب أنه تفك هذا السحر. فوجهه إلى مكان، قال له احفر بهذا المكان، هذا السحر مدفون تحت البيت، وبدك تحفر بمنطقة معينة لنلاقي السحر. والله فعلا اجا الزلمة وبلش يحفر. أول ما يحفر حفر 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 حفر، وإذ فجأة تطلع لهم مي سودة مقرفة من المكان اللي حفروا فيه بشكل رهيب، وفجأة بتنقطع الكهرباء بكل المنطقة، وصابهم نوع من أنواع الرعب. ولكن حاول أنه يفكوا السحر ما قدروا. فقبل أن يتخذ القرار الأخير أبو عبده صاحب البيت، بيوم من الأيام فايت على المطبخ، فعم يسكر باب المطبخ هيك، ولا بتوقع له ورقة مكتوبة بخط عربي قديم، مكتوب عليها اللي بده يهد بيتي الله يهده، واللي بده يسكن ببيتي بعدي الله لا يهنيه. فمنذ أن وجد هاي الورقة المكتوبة بالخط العربي القديم، وورقة باين عليها قديمة جدا، فأبو عبده قرر أن يترك المنزل ويرحل. وفعلا ترك المنزل أبو عبده بعد ما اشتراه ورحل. ويقال أن المنزل لم يسكنه أحد ولم يشتري أحد إلى هذه اللحظة، وعرف بمنزل بيت الصالحية الملعون. وهذه القصة رويت في دمشق. أخبرونا في التعليقات، هل سمعتم بقصة مشابهة؟ هل مر عليكم قصصا مشابهة؟ وبرأيكم هل كان من الممكن أن يفك السحر الذي وضع لهذا المنزل؟ وهل من الممكن أن تحل مشكلة هذا المنزل؟
أخبرونا في التعليقات. لا تنسى أن تتابعني وتضغط على زر اللايك والمتابعة لمشاهدة المزيد من أي موقع كنت تشاهدني. حياك الله. شوفوا أول تعليق وشوفوا الحلقات السابقة ولايك ومتابعة على الصفحة. أكرمكم الله جميعا.